حرمان هدف أول في المباراة. الجيش الملكي يتمكن من تصوير من زمن المباراة تبقي على أول فادي المواجهة. الجيش الملكي يوقع في حدود الدقيقة 52 من زمن مباراة الكلاسيكو. هدف التقدم في مباراة ستشتعل في الدقائق المقبلة، وفرحة كبيرة في مدرج من مباريات البطولة الوطنية. عمل كبير، التخلص من الرقابة والمرور والفرحة وجد المساحة النفسية. المجمع الرياضي الأمين مولي عبد الله بين فريقي رجاء في قمة نتمنى أن تفي بالكثير من وعودها في ثاني جولات هذه المباراة. ألكسندر سانتوس في قمة السعادة بهذا الهدف. ألكسندر سانتوس، شوف الفحلي والتخلص من الرقابة بهدفه الأول في هذه المباراة. شوف الفحلي للشوني لربيع من حذراف الذي يتمكن والهدف كان من تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. شوف الأسيست من ربيع حرمات وكيف خرج الكرة. هدف تصبح النتيجة يا سادة هدف موقع. حذراف يتمكن من تسجيل هذا الهدف. القدم لا شيء في مباراة من مباريات قمة الجولة 17 من البطولة الاحترافية لكل حرمات. الأدوار المهمة لربيع في نادي الجيش الملكي والإمكانيات الكبيرة لربيع في مباراة اليوم بين فريقي رجاء والجيش الملكي. هذا الرجل وسعادة كبيرة لربيع. تتحول فريق الجيش الملكي. الانطلاق حمودان مشى رب مراد سليم يوقع المباراة. تصبح النتيجة يا سادة 2-0. أمواج بشرية تحتفل بهذا الهدف، تعي قيمة هذا الهدف ومكانة هذا الأقصى دفاع عن السادة. تتغير مرة أخرى. جاء حمودان شوف تايمينغ التمريرة، شوف لمسة بجودة كبيرة لرضا سليم. شوف العبور رضا في مكان يسمح له بتوقيع ثاني هدف هذه المواجهة. تتغير النتيجة. منتهى الجمع 2-0. منتهى الجمال، منتهى الروعة في هذه المباراة. تتحرك المباراة، كل شيء منتهى في الجولة الثانية في الزوايا وبجودة عالية. ما حدث هنا، الحكم يعود إلى أرضية الملعب. الحكم يكون بعد مراجعة ضربة جزاء. تتغير الأمور في الجزاء. اختبار آخر للحارس أحمد رضا تاغناوتي من وعودة في الجولة. يتحصل على ضربة جزاء. الإعادة من مختلف الزوايا الممكنة. والأول الأمور جمالا في هذه المواجهة المتواصلة هنا في الرباط من البطولة الوطنية. النفاتي صعب على أحمد رضا، ولو أنه تابع الكرة أحمد رضا تاغناوتي لكن كانت تقوية. 2-1 نتيجة المباراة.